قول بديع معجز إحكامه وبيانه ولطائف الأسرار. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني أن أستضيفكم في حلقة جديدة من تسجيلات مدونة ثقافتي. درس اليوم سيكون عبارة عن تعريف علم المالية من حيث التعريف التقليدي وكذلك التعريف الحديث، وسنتطرق أيضا إلى عناصر التي تشملها الظاهرة المالية من نفقات عامة وموارد عامة وميزانية عامة، وكذلك أخرى العلاقة المالية العامة بالعلوم الأخرى. أولا سنتطرق إلى تعريف العلم المالية من جهة الاثنين. بعد العرض عرضنا الطبيعة المالية وما لحقها من تطور، يسهل علينا أن نعرف علم المالية. ومن البديهي أن تعريف المالية علم ما لا بد أن يعكس التطورات التي مر بها هذا العلم. سنعرض مدرسة التقليديين ومدرسة العصر الحديث. أصحاب المدرسة التقليدية يقولون بأن علم المالية هو واحد العلم الذي يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة التي يلزم الحصول عليها لتغطية هذه النفقات. ويستند هذا التعريف إلى طبيعة الإيرادات العامة والنفقات في النظرية التقليدية. أما الإيرادات العامة فتجد سبب وجودها تبعا للنظرية التقليدية في النفقات العامة، وعلى ذلك فإن تعريف التقليديين يقتصر أو لا يقتصر غرض الإيرادات العامة على النفقات العامة، ويقيم التوازن بين النفقات العامة العادية والإيرادات العامة العادية، ويترجم بذلك الفكر التقليدي توازن الميزانية، لأن الإيرادات العادية يجب أن تتحدد في هذا الفكر بالنفقات العامة. أما أصحاب المدرسة الحديثة يقولون بأن لا شك في التعريف التقليدي أن يصبح غير ملائم في ضوء التطور الذي لاحق المالية العامة، بحيث لا يصبح قادرا أن يترجم حقيقة هذا التطور. فمع هذا التطور الذي سبق أن عرضناه في السابق، لم يعد غرض المالية العامة هو مجرد الحصول على إيرادات لتغطية بعض النفقات العامة أو أشياء أخرى، بل أصبح الغرض منه أكثر اتساعا ويشمل 3 أمور بما فيها كما قلنا في السابق، ويميز كل أمر منها مرحلة معينة من مراحل الدولة أو المراحل التي مر منها النظام المالي. وذلك طبقا لما سيأتي، أن أول حاجة غتكون فيها هي تغطية النفقات العامة التقليدية الخاصة بالمرافق العامة التقليدية. ثانيا فيها تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي. ثالثا استغلال الموارد القومية بغرض تحقيق مختلف الأهداف القومية، وهو ما قد يأخذ شكل تمويل الخطة القومية. ولتحقيق هذه الأغراض الاقتصادية منها والاجتماعية يتطلب أولا الحصول على إيرادات أكثر مما يلزم لتغطية النفقات العامة، وذلك يكون بغرض تكوين احتياطي للميزانية أو بغرض محاربة التضخم. ويتطلب كذلك لتحقيق هذا التوازن إحداث عجز في الميزانية، وذلك بالالتجاء إلى القروض أو إلى الإصدار النقدي. ومن المنطقي إذن أن ينعكس هذا التطور الذي لحق المالية العامة منذ الوهلات السابقة والذي أدى إلى اتساع نطاقها في تعريف علم المالية. وفي ضوء التطور السالف الذكر يمكننا أن نعرف علم المالية بأنه واحد العلم الذي يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجهها بغرض تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. أما فيما قلنا عناصر التي تشمل عليها الظاهرة المالية فهي 4. عرفنا سابقا علم المالية بأنه العلم الذي يدرس النفقات العامة
والإرادات العامة وتوجهها بغرض تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وينتج عن ذلك أن الظاهرة لها 3 عناصر، هي النفقات العامة والإرادات العامة والميزانية العامة. النفقات العامة تقول بأن تحديد نطاق الحاجات العامة يوضح النشاط المالي للدولة، ويفرض أن تقوم الدولة من أجل تحقيق الإشباع العام بخدمات عامة يقوم بها أساسا الاقتصاد العام. نذكر هنا أن الحاجات العامة أو الجماعية تأخذ بالازدياد كلما ازداد تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وهذا ما يؤدي بدوره إلى ازدياد الخدمات العامة التي تحقق الإشباع العام. كما نذكر أن قيام الدولة بالإشباع العام يتطلب منها إنفاق أموال في سبيل ذلك. ومن ناحية أخرى فإن مسؤولية الدولة عن التوازن الاجتماعي قد تدفعها، وهي تقصد إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، إلى مساعدة الناس، تدفعها إلى مساعدة الطبقات أو للفئات الفقيرة والمحدودة الدخل. ومن ثم فإن الدولة تعمل على إعادة توزيع الدخل القومي، وهذا يتطلب منها إنفاق أموالها أيضا. وأخيرا فإن مسؤولية الدولة عن التوازن الاقتصادي قد تدفعها إلى مساعدة بعض المشروعات الاقتصادية بقصد حفزها على زيادة الإنتاج، بل إن ذلك قد يدفعها إلى إنشاء هذه المشروعات بنفسها. ومن ثم فإن ذلك يتطلب من الدول إنفاق الكثير من الأموال أيضا. وهذه الأموال التي تقوم الدولة بإنفاقها في سبيل هذه الأغراض جميعا يمكن أن نطلق عليها تعبير النفقات العامة. وتأخذ هذه النفقات في غالب الأحيان الشكل النقدي، فالشكل العيني النفقات العامة لا يعدو أو لا يستطيع أن يكون شكلا استثنائيا تلجأ إليه الدولة في أوقات اضطرارية. أما العنصر الثاني من الظاهرة المالية اللي هو الموارد العامة، من البديهي أن قيام الدولة بصرف النفقات العامة يتطلب منها تدبير الموارد المالية اللازمة لتغطيتها. وهذه الموارد يمكن أن تحصل عليها الدولة من الداخل باقتطاع جزء من الدخل القومي في حدود ما تسمح به الطاقة المالية القومية، أو من الخارج إذا كانت هذه الطاقة لا تسمح بذلك. وهذه الموارد التي تحصل عليها الدولة يطلق عليها الإيرادات العامة. وقد تنوعت هذه الإيرادات العامة في الزمن الحديث، بحيث أصبحت تشمل إيرادات أملاك الدولة والضرائب، وأيضا الرسوم والقروض الداخلية والخارجية، وكذلك الإصدار النقدي الجديد والإعانات الداخلية والخارجية والتعويضات، وكذلك الغرامات الجزائية. ويمكن أن تأخذ الإيرادات العامة في العصر الحاضر الشكل النقدي غالبا مثل النفقات العامة، ولا تلجأ الدولة للإيرادات العامة العينية إلا في ظروف استثنائية في بعض الأحوال، كظروف الحرب والأزمات وانهيار النقدي، حيث تلجأ الدولة للاستيلاء الجبري والأعمال الساخرة. العنصر الثالث في الدائرة المالية العامة هي الميزانية العامة، وهي النفقات العامة أو الإيرادات العامة يعتبران من عناصر الظاهرة العامة، أي 3 عناصر. ويمكن الجمع بين هذين العنصرين في تنظيم مالي واحد يقابل بينهما ويحدد علاقة كل واحد منهما بالأخرى، ويوجههما لتحقيق أغراض السياسة المالية. هذا مكان. وهذا التنظيم يطلق عليه الميزانية العامة أو ميزانية الدولة، وهي تكون العنصر الثالث من عناصر الظاهرة المالية. هناك عنصر آخر يمكن أن نضيفه، وهي علاقة المالية العامة بالعلوم الأخرى، وهي أن تهتم بعض المؤلفات المالية العامة التقليدية عادة بمظهر معين من مظاهر هذا العلم. ويمكن في هذا الشأن تقسيمها إلى 3 أقسام. أولا مؤلفات أنجلو أمريكية، وهي تركز على كون المالية العامة فرعا من فروع الاقتصاد، وتطبق على دراستها التحليل التي تحتويها النظرية الاقتصادية. ثانيا المؤلفات الفرنسية، وبعضها يغلب عليه الطابع الاقتصادي والبعض الطابع القانوني. وأخيرا تسود بعضها صبغة سياسية،
أما المؤلفات الإيطالية فتتميز بالتحليل النظري للبحث. ويظهر من خلال ما سبق بأن المالية العامة لها علاقة وطيدة بالعديد من العلوم. العلوم مثلا العلاقة بالمالية العامة بالقانون، وعلاقة المالية العامة بالاقتصاد، وكذلك علاقتها بالعلوم السياسية وعلوم المحاسبة، وكذلك علاقة